عليكم ورحمة الله وبركاته. متتابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا. الرئيس الجزائر للجزيرة علاقات مع المغرب وصلت النقطة للعودة مع فرنسا والإسبانية منهزة في ملف الصحراء. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات للجزائر إن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى النقطة للعودة، إنه سيؤسف للوصول علاقة بين البلدين جاريا إلى هذا المستوى، مشير إلى أن موقف بلاده هو رد الفعل. وعن موقف إسبانيا من الصحراء العربية، رأى تبون أن موقف الحكومة الإسبانية فرد من حكومة ستنشز منحاز، وذلك بتصريفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها. وقال عبد المجيد تبون إن الحكومة الإسبانية تنست أنها قوة مستعمرة سابقة للصحراء العربية، مسؤوليتها ما زالت قائمة. وعن أزمة أوكرانيا، قال عبد المجيد تبون إنه الجزائر مؤهلت للعب دور الوسيط، كونها من دولة التي تملك مصداقيات كيفية للوسوط. وأكد أن زيارته إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في مايو قادم بالدعوة من الرئيس الروسي بوتين. وفي ما يتعلق العلاقات مع فرنسا، وصف عبد المجيد تبون علاقة بأنها والسفير الجزائري سيعود قريبا إلى باريس، وأكد أن قضايا فلسطينية هي القضايا أما، وتأكد تكون قضايا داخلية في الجزائر، وبأن شاء العلاقات جزائرية إيطالية قال إنها استراتيجية وتاريخية وجدا وتمتد من الأيام الثروة، مشيرة إلى أن الطاقة مع الإيطالية تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين، ونسعى لتنفيذها بتعاون مع أوروبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.